آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم خسرا والشمس منهم دانية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم خسرا والشمس منهم دانية. لا ظل إلا ظله فيه النفوس الراضية، بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. عند انتشار صحائف لم تدر نفس ناهية، ميزان عدل شاهد يزن الحياة الماضية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية. أهل الشقاوة ضمهم قعر الجحيم الحامية، فيها عتاة أجرموا فيها جنود الطاغية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية، فيها القصور مشيدة، فيها عيون جارية. أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية، فيها القصور مشيدة، فيها عيون جارية. فاختر لنفسك حظا zamuci gwanda abati ya ilahi ya ilahi babucin gwanda abati ya ilahi ya ilahi اللعبون أخرجوا للعب فإن لم تأتوا اللعبون أخرجوا للعب فإن لم تأتوا أبوكم يأتي. جلسنا للحكاية. نعم انظروها تأتي نسمعها بالكثير البطن وكبير الفن وصبي القدم. أيوة نسينا بشيء. لا ما ننسى بشيء. قبل الحكاية لقني لحارس سلطة الجزو. كلامك فالحجر، لأن كل حكاية في النهار بدون تسكين جزء فلا بد فيها مقوى. واضح 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 واضح. زيد اقدم استمر. بعد بيان أركان الحكاية الثلاثة ثم نمشي فيها. ذهبوا إلى شجرة الموضوع، ولكن حينما وقعوا على تحتها
قال كثير البطن لكبير الفم ابدأ بصعدها. قال له كبير الفم لا يستوي حين إذا أذيق لذيذها وكنت في غاية الصمت وفمي يسير أكبر على كبيره الأصلي. قال كثير البطن لصبي القدم ابدأ بصعدها. قال له صبي القدم لا يستوي إذا كنت في صعدها وقدمي تكسر. وبعد ذلك بدأ كثير البطن بصعدها ويشرب بثمارها حتى يأتي إلى غاية شبعه ويزيد للبغض والحسد والحقد. وأما حين يزيد سقط بطنه تقول تيم تيم. فضحك كبير الفم لبغض نفسه زاد فمه أكبر على كبيره الأصلي. وصبي القدم يركض وهو موجه إلى البيت لخبر عما أصاب إخوانه في الفلة فدخل قدمه في وادي النملة. هذا نهاية هذه الحكاية. ما دام الكذب كذبا أصنع السريب بالمخياط وأخلده بالمصاح من خاف الحب عليه. دخل في بطن كثير البطن. المنغو والبغض لمجرد الحقد وهو غاوي. لماذا دخل البغض في بطن كثير البطن؟ لأنه شبع وزاد ولأن البغض ترجع من فاعلها. ولذلك قال الشاعر شاتا كطنا على سبيل التوضيح إذا تريد أن تبغض افعلها قليلا لأن البغض ترجع من فاعلها. لماذا دخل القدم في وادي النملة؟ لأنه يركض ورأسه في السماء. لماذا فم يطول على قوله الأصلي؟ لأنه يضحك في البغض. أهم الإنسان أو كاتون أو أبناء الماء أو جنون الشياطين. على سبيل الحفظ. أعوذ أينت أنك حقرت منذ الأيام. سوف أقول أبوك مع إكراد التبارك. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإني مرتفعك إلى السماء وأثرك بينها وبين الأرض. إني محتاج لأخل أبوك بدون أيد وأقلب أفكارك كل من أنت ومن أباك كل ما تشكر وكل شقية سبحان الله أنا المحبة هنا وأين إخوانية أين علاقة أنت أخيه وزميله وأنت كذلك إذا دعه وأنت دعه أرسله وأنت أرسله اجلسوا. إني أبشركم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة على رجل الذي أكبركم سنة إذا نهاكم فانتهوا وإذا أمركم بشيء في الخيرات فعلوه ما استطعتم وأما إذا أمركم بقول أو فعل كنتم لم تستطيعون فعلتم بها فعليكم ببيان عليه باللطف والتواضع لإكراما له وتفضيلا له. إذا أليس الأمر كذلك؟ بلى. أليس الأمر كذلك؟ بلى. إذا خذوا أعجلكم كل واحد منكم ب20 ليرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام.
اذهبوا بيوتكم. السلام. لا يا فتى. مرحبا بك جزاك الله بخير جزاك الله بخير جزاك الله بالجنة مع زملائك وإخوانك وولدك وكل مجتهد. يا فتى هذا ما ينبغي لأولادنا، أفعل الحكاية كل يوم يا فتى، أفعالهم يضرني ويدق في صدري. هذا هو يا فتى. من أين؟ أنا وكيل من حكومة فيدرالية التي وقعت في أبوجا. نعم فرحنا جدا يا معلم. أي أمر الذي جاء به؟ أنا عامل حكومية العالي. نعم. أرسل إلى بلد قرشن علاوة للتعليم الأولاد والكبار معنا في علوم كثير الذي يستوي بهيئة الدنيا في زمننا هذا، منهم علم الإسلامية والتربية الإسلامية، ومنهم علم الحساب وعلم الكيمياء وسايكولوجي ومعادن والزراعة وأي شيء آخر. أليس لكم حاجة في ذلك؟ لنا حاجة يا معلم، لنا حاجة. فينا في جهل، كنا في جهل، ليس فينا علم نتوكل به، ولكن إن إمامنا أو أميرنا هي أمير جدا ساهل، ولكن إن تدرنا إلى مكانهم الذي جاء منك فيه مشكلة يا معلم، فيه مشكلة. وفي هذا البيوت الأميرنا له شيء عجيب، ولكن سأذهب معك الآن إن شاء الله. استدعنا شيء. نعم جيد جدا يا معلم. فهمت ورضيت بهذا البيان، فلا بد انتظارك حتى تأتي إليه. إني أدعو الله في رحمته أن يغمدنا بها ويقبل أعمالنا الصالحات ويغفر لنا خطايانا ويشرح صدر أميرنا لتجربة بهذا الأمر. سأذهب الآن يا معلم. نسينا شيء. ما اسمك؟ اسمي دكتور ناصر. إيه؟ دكتور ناصر. دوس ناصر. دكتور ناصر. دوس ناصر. دكتور ناصر. دكتور ناصر. نعم إيه؟ دكتور ناصر. خيرا إن شاء الله. نعم. خيرا. نعم. سأذهب الآن. وما اسمه؟ اسمي نومو. نعم. نومو. نعم. بارك الله. نعم نومو. إلى الرجوع. نعم. عالية فيها القصور مشيدة فيها عيون جارية أيام السرور لأن مملكة قرشن علاوة جاء إليها ضيف كريم من حكومية فيدرالية مسمى بأبوجا، لذلك لا نحتاج إلى أي درس إلا أجابة الأسئلة فقط. يا إمام تفضل واستمع. أين السائل في درس الأمس؟ نعم لي السؤال يا إمام. اسأل. الفرق بين ميراث الولد الشقيق لميت وميراث الأخ الشقيق لميت، يعني فرق بيننا. نعم يا دندقة، لا شك على أن أخو الشقيق أفضل الميراث على فوق ولد، لأن الله عز وجل تفضل أخو الشقيق على فوق ولد تفاضيل عظيم. وأما في زمان العلماء الزامني يدرسون في النظام ويقسمون الميراث بجهل وتدليس. أفضل الميراث أفضل الولد على أخو الشقيق،
يا تندقى ألا ترون أن أكو شقيق وشقيقه جزء في عمل البستان وعمل في بناء البيت وسائر الشركاء معا؟ كيف هذا يا تندقى؟ نعم. وسائر الشركاء كيف هذا؟ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيدك الله بنصره. أياك الأمير. أياك الأمير. أيدك الله بنصره. أياك الأمير. أيدك الله بنصره. أياك الأمير. يا أمير الفاضل. هذا هو الرجل الذي أبين لك عن كبره من بعد، وهو الآن جاء بنفسه. يا فتى تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ضيف في هذه البادية وأحمل الأشياء الذي يهم هذه الأمة. أولا، اسمي دكتور ناصر. أنا عامل الحكومية العالية، أرسل إلى بلد قرشن علاوة للتعليم الأولاد والكبار معنا في علوم كثير الذي يستوي بهيئة الدنيا في زمننا هذا، منهم علم الإسلامية والتربية الإسلامية وعلم الحساب والكيمياء والسايكولوجي وعلم المعادن والذراري وأي شيء آخر. الحمد لله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فرحت جدا كثيرا. هذا شيء مهم أمامنا، شيء عجبت جدا. يا دكتور ناصر، مرحبا بمجيئكم. إني أرحبك ترحيبا كثيرا. وبعد هذا أنا أوضح لك أن هذه المملكة وجيرانها وقرابها ودواهيها نحب بذلك الشأن ونقبله بلدينا ونمسكه بقوة ما استطاع. شكرا لك يا ضيف. وبعد هذا أنا أشاور كل واحد منكم. الأولى يا فنجل. يا أميرنا هذا، لا تطيع صاحب الخلق في أمر سوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الأمر فيه نظر جدا، ولكن لست مقطوع بروحك يا أمير. أما انظروا وتفكروا أيها الجماعة قرشن علاوة، فيه خصومة وإلة وسرير سوء الذي سترنا الله عنه. اللهم اشرح في صدرك يا أمير. نعم، سمعنا منك ولكن بيانك مردود عليك. وكيف يا داود؟ نعم يا أمير، لما قال يا أمير الفاجر، انظر إلى بصر هذه الفتاة كوجه الكود، وهو جاء بشيء ما لن نعرفه في بدونا، فيه جمود كثير المتشبه بالنصارى واليهودي. يا أمير الفاجر، انظر إلى كلامنا. أهو يا أمير. كأن أقلك قد زار. وكيف يا مالا عثمان، لك مقال؟ نعم يا أمير، اليوم يوم العيد، كنا في سرور قلب ومرور جسد وقرة العين وفكر سالم، لأن بيان العلم أقوى وأطيب، لأنه من له الدنيا مع الإلزام، وهو أيضا. بارك الله فيك، حق كلامك كالحجر. هذا صحيح واضح البيان، فيها ذوق السليم. وكيف مال اللادان؟ نعم، هي المقالة
إن في هذا الأمر شوق كثير، لأن حكومات الفيدرالية هي حكومات فاكرة ناظرة حاكمة البذيء في الفواعد فائدة لكل شخص، وهي قوية في الأموال والأفعال على كل حدث، وكل من وقع على سبيلها تأخذه بقوتها وتغلقه فيها وتعطيه الغائب، وعقوبة كثيرة. يا أمير الكريم، بالميدان الكبير الواسع أعطيته في سبيل الله. جزاك الله بخير جزاء. هكذا ما يرام لبلدك أرشان علاوة. بارك الله فيك. وكيف يا بابا أفيك مقال؟ أمير، والله لا أكون مع هذا الأمر قط، والأق بين وراء هذا الأمر. هذا مصيبة، يعني مصيبة للدوابنا. أرأيت إذا بني المدرسة في فلات الدوابين إلى أين تأكل الحشيش وإلى أين تشرب الماء؟ كيف هذا الأمر يكون كذلك؟ كيف ولماذا وأين تكون؟ أظنك كنت في الغابة، نتركك في غابتك. وكيف هذا أمر وما أصاب أمتك أرشان علاوة؟ وماذا حدث هذا أيها الناس؟ إن هذا شيء أمر عظيم وفيه خير كثير. وكيف يا إمام أفيك مقال في هذه الشأن؟ نعم يا أمير، وأما في هذا شيء يدل على أننا محفور في هذا البلد، وهو أيضا يدل بأننا متناصرة من قرشان عليها. هذا قتال دين الإسلام يا أمير، هو ديننا ودين آباؤنا وأجدادنا وأجدادنا. جاء ولد يريد أن يتغير لا دين الحق وهو متشابه بيهود ونصارى كأنهم من ضمنهم، كقوله صلى الله عليه وسلم يا أمير: من تشابه بقوم وهو منهم. وقوله أيضا: دع ما يريبك وإلى ما لا يريبك. متفق عليه، والله أعلم يا أمير. يا إمام، لك ضعف الفهم وقصيرة التفكر، ليس أمرك ذلك ولكن بيانك مردود عليك. وكيف يندق لك مقال حول ما يجري؟ نعم لي المقالة يا أمير. أيدك الله بنصره يا أمير، اللهم اشرح في قلبك. وأما هذا الأمر يا أمير شيء صعب لدينا عجيب جدا. هذا مصيبة جدا، فيه قضاء جدا أمير. يا أمير فيه قضاء جدا على ما ترى. فإذا ذكرت هذا الشيء في بلادنا هذا فيش مشاكل كثيرا عدة، منها امتناء بأفعالنا وامتناء بأفعال المزرعة وامتناء بتكنيس البستان وامتناء بجمع الحدب، وهو ممنوع بحرص كله يا أمير. تفكر، هذا كلام الفسق علينا، هذا مقابل بطبيعتنا. ألم ترى يا أمير إن في الحرص حياتنا تداولون بينه، فيه نكاهنا وفيه طعامنا وشرابنا وسترة الأولاد كله كان في حرص. انظر يا أمير، والله بالله لو كان السماء والأرض لقيا لا يستوي أبدا ما دمت حيا. رجع إن كلامك ليس فيه لدب وسوف تعلم. وكيف هذه تنيم عليك مقال؟ يا أمير، إني مسائل على سبيل علم لله عز وجل بنفسي وفرفتي كما أمرنا الله عن ذلك. جادوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نحن ذو مال فبناء المدرسة، لا بد من المال والدماء التلاميذ المدرسة. من الآن أكذت بالأحد كل شيء الذي يأتي به في المدرسة، أكبرني عنه أو غالية أو ركيسة ما فيه كبار إن شاء الله. بارك الله فيك.
أمر التدرس هو أمر الوجوب لا بد من تعليم هذه البادية أنا مقبول من ذلك. لا يستوي أبدا. كل شاذ الذي شاذ نفسه منا كل ذو رأي وكل شاذ الذي شاذ نفسه لا يستوي منا. أبدا يا أمير. لا يستوي أبدا يا أخي. ليس لنا معه العلم بداية الخيرات في كل بادية. العلم بداية الخيرات في كل بادية كما قال عربي كل مكان الذي وقع فيه ظلم ليس فيه علم وكل مكان الذي وقع فيه علم ليس فيه ظلم ولا جهل. يا نوم اذهب أنت ودكتور ناصر إلى مكان الذي كسبنا له منا لذلك يستري هذا نهاية آخر جلوس يومي بالسلام. أيدك الله بالسلام. أيدك الله إياك العميد. السلام عليكم يا أخي. وعليك السلام يا فنجان. ما الذي يجري؟ نعم يا فنجان. مردت أن تأتي إلي لمناقشة المسألة التي دخلت في بلادنا فجعة بغتة. هل لك مخرج في هذه المسألة يا فنجان؟ تفكر. نعم لي المخرج يا أخي. نعم. فأدلك على مخرج من هذه الفتنة مكان الذي يئذني نعم. كأنك عارف من ضر هذه الفتنة تضرني جدا. عرفت رافا جديدا هو مقطوع بكل فتنة. نعم. فأدني بأذنيك أبشرك بشيء ما. يا فنجان لذلك أحبك حبا كثيرا. نعم. لأنك رجل ذكي. نعم. نعم جزاك الله بخير. نعم. كذلك الأمر ينتهي إن شاء الله. عالية فيها القصور مشيدة بالوراء 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 بالوراء. اركض اجري اركض اجري انجل اركض اجري انجل اركض اجري انجل. اجلس هنا. أليس بدايتي؟ نعم كذلك يا كاهن. كذلك الأمر كما وصفته عجبت جدا. نعم الأمر يعود إلى أمير والضيف فقط. كمل. كسعة بشمال نصفه فقط. أفعلوا على قائدي يرام. فإن لم تفعلوا على قائدي يرام إن روحكم على قطر الموت. لا عوج إن شاء الله يا كاهن. اخرج بالوراء كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية فيها القصور مشيدة فيها عيون جارية. أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية فيها القصور مشيدة فيها عيون جارية. فاختر لنفسك حظها قبل انتهاء الفانية إن النفوس وخيرها مهر الجنان الغالية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما
أيدك الله بنصره أيدك الله بنصره نعم أيدك الله بنصره 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 بدون كلام حياك الأمير 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 كذبت وبعد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة عشان علاوة أريد أن أبين لكم وأوضح لكم سرور وأفراحي على ما جاء إلينا من أمر البعيد. هذا شيء مهم أمامنا، شيء عجيب وعجيب جدا فينا. هذا أمر غريب لدينا مسمى بمدرسة إنا لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا أمر عظيم. كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية فيها القصور مسيرة. يا أيها الذين ادخلوا الفصل كلكم ادخلوا الفصل كل واحد منكم بالسلام. السلام عليكم. يأتي ويبين لنا اسمه واسم أبوه. نعم أنت ما اسمك؟ اسمي بيرة بن هارون. من؟ بيرة بن هارون. نعم. اسمي جوهر بن تميم. نعم. ما اسمك أنت؟ اسمي زيد بن إمام. من؟ زيد بن إمام. عايد. زيد بن إمام. خليل. زيد بن إمام. زيد. بوبا بن تندور. جربة بن جمهور. من هارون اسمي محمد بن أول. اسمي مدر بن سعيد. أنت. اسمي يريم بن هارون. اسمي خليل بن محمود. أنت. اسمي لمغالا بن نبيلا. اسمي عوف بن إمام. من؟ عوف بن إمام. يوم بداية التدريس. إلى غدا إن شاء الله ستأتي وقت المعين للدراسة. كل الخلائق حاضرة يا بنيال الكاهن ابن صاصير نعم ماهر جدا في راته
أرأيت في أميرنا هذا صار ممردا في وقت واحدة؟ نعم. ما دام هو صحيح في جسده عافي طول حياته، لا رأيت منه مرض قط الذي أصابه في عيشته، ولو صداع خفيف أو سعيل أو زكام سحيل. نعم، لأنه شاجع في مقالتي ومفائلتي. اللهم إلا هو ذو رأي فيما وقف عليه من رأي، ولو كان مشاكل لدي الأمة هو لا يتركنا أبدا. نعم. وهو موجه فيما شجر عليه وفرق أمة آخر حلاوة. أما أميرنا لا يبالي هذا الأوهام الفاسدة. أليس الأمر كذلك يا أخي؟ بلى يا فنجان، كذلك الأمر. بيانك صحيح جدا. نعم يا فنجان، كلامك الحجر. ألا ما ترى بموقف الإمام فينا يا فنجان؟ نعم نعم. لحياة مجتمع هذه الولاية وأقاربها محمدين عليه بخيراته من المصلحة بيننا، وهكذا في تعليم الأولاد وبنات من الرجال الكبار والنساء، وتعليم التائبون الذين تركوا ملة كفر من أهل اليهود والنصارى الذي يتمسكون بدين الكذب الباطل من قبل، وهو محلل ببيان الإرث وبيان الإزالة النجاسة وبيان ستر الميت. ومن فضله أيضا يا فنجان من كل حين جاءوا إليه الكفار لطلب العلم من الذين هداهم الله تعالى، لا يأتي إلى رجل واحد إلا الإمام فقط. أجمع الإمام ودكتور ناصر على هذا السبيل؟ لا ينبغي. نعم، لي المقال على أمر هذه الإمام. نعم، لقد إن الإمام هيبة وكرامة لأنه من بيت كريم فيه كبار العلماء من طول زمن في آبائنا أجدادنا الكبيرون. إمامنا هذا هو إمام، أبوه إمام، وجده إمام أول مسمى الشيخ آدم متوفى، الشيخ البررة متبذل وأعمال حسنات مكسب ما الإقتصاد أعمال حسنات وتدريب العلم على طالب وتدويم النية في سبيل الله. اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم غفر. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا النحو اليوم لنا اختبار شفوي بين طرفين هما مالكية والشافعية. الأسئلة في دراسات السابقة في النحو. السؤال الأول: يا مين بن هارون المالكي، ما هو المضاف والمضاف إليه؟ المضاف اسم النسبة إلى اسم بعض فتعرف بسبب هذه النسبة أو تخفف. المضاف يحذف تنوينه عند الإضافة إذا كان منونا قبلها، وتحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر ثاني. المضاف إليه اسم يأتي بعد المضاف وهو مجهول. بارك الله فيك. ثم السؤال الثاني: ما هو الفاعل؟ اسم مرفوع تقدم بالفعل ودل على الذي فعله.
يريم بن هارون الشافعي. نعم. ما هو رفع الفعل المضارع؟ المضارع إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم. ثم السؤال الثاني. ما هو نائب فاعل؟ اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه. إذا أسند الفعل إلى نائب الفاعل وكان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره. والفعل الذي يحدث فيه هذا التغيير يسمى مبنيا للمجهول إذا كان نائب الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا. بارك الله فيك، جزاك الله بخير، جميل جدا جدا. التكبير. الله أكبر. ضرب بن الموت المالكي. نعم يا مؤلف. بين ما هي النعت؟ النعت لفظ يدل على صفة في اسم قبله، ويسمى الاسم منصوف موؤوتا. النعت يتبع الموؤوت في رفعه ونصبه وجره. بارك الله فيك. ثم السؤال الثاني، اذكر ما هو الضمير المستتر؟ مستتر هو ضمير اتصل بفعل من غير أن يظهر في اللفظ. الضمير المستتر في فعل الماضي تقديره هو أو هي. الضمير المستتر في المضارع يختلف تقديره باختلاف حروف المضارعة. الضمير المستتر في فعل أمر تقديره أنت دائما. جزاك الله بخير، جميل جدا. التكبير. الله أكبر. نعم يا معلم. ماذا تقول ابن الشافعي؟ بين ما هي إن وأخواتها؟ وكأن ولكن وليت ولعل تدخل على المبتدع والكبر فتنصب المبتدع ويسمى اسمها وترفع الكبر ويسمى كبرها. بارك الله فيك. ثم السؤال الأخير، وضح ما هي الضمير المتصل؟ التصل هو الذي لا ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمات أخرى. الضمائر المتصلة بالأفعال وهي خاصة بالرفع هي التاء وألف اثنين وواو الجماعة ونون النصوة وياء المخاطب ياء المتكلم وخاف المخاطب وهاء القاعد. إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل النصب، وإذا اتصلت بالأسماء أو حروف الجر كانت في محل الجر. الضمير يكون مرة في محل الرفع ومرة في محل النصب ومرة في محل الجر. الله أكبر. يا علي بن نمو. نعم يا معلم. بين ما هي جزم الفعل المضارع؟ الفعل المضارع إذا سبقه حرف الجزم كالحروف الآتية وهي لم ولا الناهية وإن. لم ولا الناهية تجزمان فعل المضارع واحدا والحرف الأول ينفي حصول الفعل في الماضي، والثاني
ينحى عن عمل الفعل في إن تجزمان الفعلين تفيد أن حصول فعل في حصول الفعل الثاني. أحسنت جدا. التكبير. الله أكبر. ثم السؤال الأخير: ما هي نصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد لام التعليم؟ نصب الفعل المضارع بأن مرة جوازا بعد لام التعليم. جزاك الله خير. أعوذ بن الإمام الشافعي. نعم يا معلم. اذكر ما هو العلم والنكرة مع المعارف. اسم سمي به شخص أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر. أما النكرة اسم يدل على شيء غير معين، والمعرفة اسم يدل على شيء معين. ثم السؤال الأخير: ما هي الضمير والضمير المنفصل؟ اسم يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. الضمير المنفصل ما يمكن النطق به وحده من غير أن يتصل بكلمة الأخرى. الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع هي أنا للمتكلم، نحن للمتكلمين، أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للمخاطبين أو مخاطبتين، أنتم للمخاطبين، أنتم للمخاطبات، هو للغائب، هي للغائبة، هما للغائبين أو غائبتين، هم للغائبين، هن للغائبات. الضمائر المنفصلة الخاصة بالنسب هي إياي للمتكلم، إيانا للمتكلمين، إياك للمخاطب، إياك للمخاطبة، إياكما للمخاطبتين أو للمخاطبين أو مخاطبتين، إياكم للمخاطبين، إياكم للمخاطبات، إياه للغائب، إياها للغائبة، إياكما للغائبين أو غائبتين، إياهم للغائبين، إياهم للغائبات. بارك الله فيك. جزاك الله بالخير. التكبير. زين بن الإمام. نعم يا معلم. المالكي. فرق بين نصب الفعل المضارع وجزم الاسم. ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب الأربعة، وهي ألًا إذا كان. يجر الاسم إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. ثم السؤال الأخير: وضح لنا عن أحوال بناء الأمر. الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. الله خير. التكبير. بوبا بن الأندغار. نعم يا معلم. الشافعي. حلل ما هي الجملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة الفعلية. الجملة الاسمية كل جملة تتركب من مبتدا وخبر تسمى جملة الاسمية. اذكر ما هي المفعول لأجله وظرف الزمان وظرف المكان. مفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب الفعل وعلة حصوله. ظرف الزمان اسم منصوب
يبين الزمان الذي حصل فيه الفعل. ظرف المكان اسم منصوب يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. بارك الله فيك، جزاك الله بالخير. التكبير. الله أكبر. دم على جبل الأندغة. لبيك يا معلم. المالكي. فرق بين اسم الموصول واسم الإشارة. اسم الموصول اسم المعرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده يسمى صلة، ويجب أن تشتمل صلة على ضمير يعود على موصول يسمى عائدا. الأسماء الموصول هي الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنث، اللذان للمثنى مذكر، اللتان للمثنى مؤنثات، الذين للجماعة الذكور، اللاتي للجماعة الإناث، من للأقل مطلقا، ما لغير أقل مطلقا. ثم أسماء الإشارة. أسماء تدل على معين مشارا إليه. الأسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، ذه للمفردة المؤنث، ذاني للمثنى مذكر، ثاني للمثنى مؤنثة، أولئك للجمع العقلاء من الذكور أو الإناث. اسم الإشارة للمثنى مذكر أو الإناث يعمل معاملة مثنى، فيكون بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر. جميل جدا، أحسنت جدا. التكبير. يا جمكن بن تميم. لبيك يا معلم. الشافعي. بين لنا ما هي تقسيم الجمع، وما هي تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. جمع تكسير جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم. فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغير صورة مفرده، وجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره. الاسم ينقسم ثلاثة أقسام: مفرد والمثنى وجمع. فالمفرد ما دل على شيء واحد، والمثنى ما دل على شيئين اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. والجمع ما دل على أكثر من اثنين. بارك الله فيك. طيب، أحسنت جدا. التكبير. يا هارون بن بفا. لبيك يا معلم. الشافعي. ميز ببيان كافية واضحة بين بعد لام الجحود وبعد أو وبعد حتى وبعد فاء السببية وبعد واو المعينة مؤيد. مضارع بعن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ينصب الفعل المضارع بعن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى أو إلا. ينصب المضارع بعن مضمرة وجوبا بعد حتى. ينصب المضارع بعن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية مسبوقة بنفس أو طلب. ينصب المضارع بعن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفس أو طلب. ثم بعد واو المعين.
ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفع أو طلب. التكبير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا أكل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا معلم. أهلا. يا معلم. مرحبا بك يا معلم. نعم. صباح النور. كيف الحال؟ نعم الحال. وكيف الاجتهاد؟ تدري تمام. الحمد لله. وكيف المقالة؟ بخير ولله الحمد. الحمد لله. فرحت جدا بإجراء التعليم في وقت قليل. ذرت إليك حينئذ إلى أمر ما الذي يمت حينئذ. ما أصاب الأمير الآن؟ أميرنا كنا معه في مجلسه حين يبين شكره إليك وسروره إلى أمر المدرسة الذي جاء من لديك. ثم أصابه مرض عظيم لا يتهري ولا يستطيع من البول ولا غائط، لا يأكل الطعام ولا يشرب الماء، يفعل الأشياء ليس كما هو، لأن ذهنه صحيح لا يكون أحيانا. يا معلم ماذا ترى لهذا؟ ألك دعاء سير الذي يمس على سهره لكي يكسر؟ لي الدعاء على التكسير السهل إن شاء الله تعالى، وإني مساعد بالدعاء. أنا متعاون في سبيل الله خالصا لله، خالصا لله عز وجل، لا أريد بشيء منك أو من الأمير أو من شخص آخر. نعم. جيد جدا، جيد جدا. بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيك يا معلم، جزاك الله بخير. يا معلم إن لإمامنا إمام قرشان عليوة وجيرانها مات جده وهو معلم، مات جده وهو معلم، شيخ من شيوخ، أي من جلاك إلى جلاك. يا معلم، يا معلم. اللهم كفرك الأيام، اللهم غفر له، اللهم ارحمه وأركرم فيها ما تشاء. يا ذا مودعني حتى تنتهي للصلاة. نعم. نعم. بارك الله، بارك الله فيك، جزاك الله بك، جزاك الله بك، جزاك الله بك. سعد أبو الآن. عدها عد النجوم الزاهية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية عند انتشار صحائف لم تدر نفس ناهية ميزان عدل شاهد يزن الحياة الماضية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية أهل الشقاوة ضمهم قعر الجحيم الحامية فيها عتاة أجرموا فيها جنود الطاغية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية
أدخلوا جنات عدن عالية فيها القصور مشيدة فيها عيون جارية. أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية فيها القصور مشيدة فيها عيون جارية. فاختر لنفسك حظها قبل انتهاء الفانية إن النفوس وخيرها